وصلنا مدخل المدينة المحرمة، قصور إمبراطورية قديمة من أهم المزارات السياحية في بكين. هذا قصر الإمبراطورية الذي ينشأ 1400 ميلادي، يسمى بمنطقة المدينة المحرمة لأن لا يسمح بدخولها غير أعضاء أو عائلة الإمبراطورية، ولا يسمح للشعب بدخولها سابقا. الآن أصبحت معلم ومزار سياحي من أهم المزارات السياحية في بكين. طبعا المدينة المحرمة هذه تصور أنها كنت أتوقع أنها صغيرة، منطقة صغيرة، أكثر من 900 مبنى. تدخل من قصر في قصر، ما في دخول لها ولكن ساحات، كل ساحة تظن يمكن 20 مبنى يحيط بكل ساحة وتستمر. حاولنا نصور الناس ولكن المكان ممتلئ، ما في دخول، ما رأيت مكان للدخول ولا تستطيع أن تغطي كل الأماكن. الفكرة أنك ستدخل من ساحة، كل ساحة جنبها 20 مبنى وتستمر أو أكثر، وتستمر في مسار طويل جدا. هذه يحتاج لها وقت طويل. خرجنا من المدينة المحرمة وهذه القصور تحتاج لها يوم كامل للمهتمين بالأشياء. طبعا القصور لا يوجد فيها دخول، بعض الأماكن تستطيع أن تدخلها، متاحف، يحتاج لها وقت ومشي طويل جدا لتغطي معظم الأماكن.